الاخوان السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. غادي نبداو الفيديو ديالنا بلقطه صادمه، مشهد اللي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيوثق لحظه الاعتداء على رجل شرطه بمدينه سلا من طرف احد مستعملي التطبيقات او احد الاشخاص اللي كيخدموا في ان درايف اذا صح التعبير. غادي تشوفوا معايا كيفاش خالف القانون وارتكب جرم في محاوله لقتل الشرطي. قبل ما نشوفوا المقطع غادي نبغيكم تركزوا معايا مزيان وسمعوا الصوت ديال اللي كيسجل المقطع والكلمه الاخرى اللي قال اللي صدمني بها وما كرهتش انه يتعاقب حتى هو يعتبر مشارك او مؤيد في الجريمه اللي وقعت. ياما تكلمنا على اصحاب التطبيقات وكنقولوا باللي هاد الناس كيخدموا مزيان، كيقدموا سيرفيس زوين للكليان ديالهم، كتلقى السياره نقيه، عكس بعض اصحاب الطاكسيات اللي كتدخل طاكسي اعزكم الله بحال داخل المرحاض، ريحه العرق عاطيه، الوسخ، العفن، الدكه محطوطه نعم سيدي، الروينه. بعض اصحاب الطاكسيات اللي ما كيعتنيوش بالحاله ديالهم كتلقاهم مقجفين، الكلام ديالهم ما هو كلام، التعامل ديالهم ما هو تعامل. بحال واحد 3 ايام هادي وقع لي انا واحد الفلاش مع واحد صاحب طاكسي ركبني تقريبا غادي تديني المسافه اللي كتبعد على البلاصه اللي انا فيها ب 10 دقائق، اما على رجليك راه دير 15 20 دقيقه، 10 دقائق تقريبا. وهو كان غادي لواحد الوجهه اخرى. منين قلت له واش توصلني قال لي مرحبا طلع نوصلك. حتى طلعت صافي نورمال، درنا يلا ضرب بيا الدوره. هو يقول لي انا راه غير درت معاك المزيان. كيفاش درتي معايا المزيان الشريف؟ هذه راه خدمتك. قال لي لا انا راه غير درت معاك المزيان وبغيت نوصلك، اما انا راه عندي بريكول اخر. قلت له ياك نعماس، قلت له انت عندك بريكولات وعندك بلانات وما مساليش، ما تهزنيش من الاول. من الاول ما تقولش لي انا راه داير معاك المزيان. واش انت داير المزيان مع راسك؟ داير خدمه ومن الواجب عليك انك توصلني فين ما بغيت. ما حدك ركبتيني وما راكب معاك حتى شي واحد، فانا عندي الحق نقول لك ديني لهنا ولا ديني لهنا، ماشي انت اللي غادي تشرط عليا ولا تقول لي لا ما مساليش عندي واحد البريك ولا اخر هبط اخويا من الطاكسي. هذا الشيء هذا ما كاينش وما يمكنش نقبلوه. باش ما نخرجوش الاخوان على الموضوع، نشوفوا المقطع اللي داير ضجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كحمقت هاد البوليسيات هادي. يلا كلها بصحتك، يلا كلها بصحتك، يلا كلها بصحتك، كلها بصحتك راه والله الا غير الحافظ الله، الحافظ الله وصافي. ما كاينش انا اللي استفزني اكثر من هذا اللي كيصور هذا الفيديو وفي الاخر قال لي كلها بصحتك. كيفاش كلها بصحتك؟ يعني موافق ومؤيد هذا الجرم اللي قام به هذا الخارج عن القانون بدون رحمه ولا شفقه، في لحظه اللي كيتوثق فيها الاعتداء على رجل شرطي اثناء القيام ديالو بالعمل ديالو وبالزي الرسمي الوطني ديال الاجهزه الامنيه. تخيلوا معايا الاخوه والاخوات، في بلاصه ما يبين على رده الفعل ديال الخوف على رجل الامن. شتي واخا يكون غير شي واحد براني يكون يهودي وتشوف شي واحد دار ليه بحال هكا غادي تتفاعل، غادي تقول لا، غادي تشوكا. ما يمكنش تكون رده الفعل ديالك بهذه البروده وبهذه الطريقه هذه الاجراميه. كيفاش كلها بصحتك؟ حشومه وعيب وعار. اما بالنسبه للرجل الامن ما فهمتش انا علاش ضحى براسو بهذه الطريقه هذه وتعلق. واش ما فهمتش انا واش خص تكوين لبعض رجال الامن باش تعلق انت بهذيك الطريقه وتغامر بحياتك على قبل المشكل اللي تلقى اصلا واخا يكون قداش ما غاديش يسوى الحياه ديالك. يعني من الاحسن كان عليك تقوم بشي طريقه اخرى، مثلا تسجل الماتريكول وتروندي اول براج تشد فيه، ومدينه سلا عامره بوليس وعامره براجات، الرباط كذلك والاغلبيه ديال المدن المغربيه. القضيه وما فيها الاخوه والاخوات هو ان هذا المشتبه فيه دخل في خلاف مع واحد الاجنبي اللي كان داير في الطوموبيل بلا رخصه، وتدخل البوليسي باش يحبس الصداع او الخلاف اللي واقع بين سائق ان درايف والاجنبي. فاذا بالمعني بالامر ما سمعش للكلام ديال رجل الشرطه وكسيره وتسبب في اصابه رجل الشرطه. وكيف ما كتشوفوا معايا الاخوه والاخوات المقطع راه داوي على راسو. هذا المقطع هذا اللي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بعد التحريات والبحث قدرت الشرطه باش تعرف على الهويه ديال المشتبه فيه وتشد في عمليه امنيه في مدينه سلا الجديده وتم حجز السياره اللي كان كيستعمل. ودابا هذا المجرم ها هو في التحقيق تحت اشراف النيابه العامه باش يتعرفوا على كل التفاصيل والظروف ديال القضيه ويتم التحديد ديال اشنو وقع بالضبط
فهاد الفعل الاجرامي بحال هاد الخارجين على القانون والافعال الاجراميه اللي كيرتكبوا. من بعد غادي نشوفوا الاخوه والاخوات الام ديالو غادي تخرج كتجري للصحافه وشوف تيفي، ولدي راه ما داير والو، ولدي مسكين، ولدي ظلموه، ولدي ما كانش ناوي الى اخره، واخد الامور بعاطفه ديال الامومه. لكن اللي كيرتكب هذا الجرم لازم يتعاقب باقصى العقوبات. وغادي ندوزوا الاخوه والاخوات اللي مسكيو الجديد الوليد. وفد برلماني ايطالي كيزور العيون وكيأكد عن دعم التنميه في الصحراء المغربيه. ما كاين غير الجديد. نعم سيدي، من بعد بلجيكا ها هي الطاليان، وما ادراك ما الطاليان. وفد برلماني ايطالي كيمثل مختلف الاحزاب السياسيه في ايطاليا كيزور الصحراء الغربيه المغربيه، وكيأكد ايتوري روزاتو منسق المجموعه البرلمانيه الايطاليه خلال الاستقبال ديالو من طرف رئيس المجلس الجماعي للعيون ورئيس المجلس الجهوي على الدعم الكامل لمخطط الحكم الذاتي اللي تقدم به المغرب لحل النزاع حول الصحراء المغربيه. وكل الشوكي المهلوك ولا عزاء للحاقدين. اموال الغاز والبترول اللي خسر النظام العسكري الجزائري تتبخر. يلا ها هي ميلوني الشعبان عام سيدي دات الغاز باطل، وها هي غير ابتسامه قدرت انها تحشيها لكم. بصبع المبردع خرج كيقول لك باللي ميلوني طاحت في عمي تبون وصافي بحال داروا الطاليان في الجيب. يعني الاعتراف من جهه الطاليان ما غاديش يكون الدعم لمقترح الحكم الذاتي، لكن ميلوني بضحكه دات الجمل بما حمل ولا عزاء للحاقدين. الاموال كتصرف ديال الشعب الجزائري. والجزائريين راه هذه هي الفرصه. اليوم قدامكم فرصه ما خصكمش تضيعوها. اليوم خصكم تفكروا في التحرير، خصكم تحرروا من النظام الديكتاتوري العجوز اللي كياكل الاموال ديال الغاز وديال البترول وكيخلي الشعب الجزائري كيعيش الويلات وكيعيش العذاب المبين في الطوابير. فعندكم فرصه اليوم من ذهب، يا اما تستغلوها وتعيشوا بكرامه وبعزه، ولا غادي تبقاو عايشين تحت صبابه الكبرانات. من بين الابواق ديال العسكر اللي داروا انقلاب على النظام العسكري بن سديرة المعروف بعميل المخابرات الجزائرية، من بين الاعداء ديال المملكه المغربيه، واللي كتعتبر بوق للعسكر. اليوم كينقلب على تبون وعلى الجماعه ديال قصر المراديه، وكيصرح وكيقول على ان تبون غادي يكون هو اخر رئيس. علاش؟ لانه ما فاد الجزائر بحتى شي حاجه، وكيقول بلي البلاد غادي تقسم خرج فيهم فاس، وكيقول هذه هي النهايه ديال الدوله. وكيكشف بلي الجزائر اليوم كتعيش في خطر ولم تحقق شيئا ايجابيا لحد الساعه. سمعوا معايا المقطع وكيفاش بن سديرة تقلب على النظام الجزائري. الرئيس تبون سيكون اخر رئيس للجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه، وعلى الشرفاء الاحرار ان يتحركوا لانقاذ الجزائر. الجزائر في خطر، الجزائر في خطر، الجزائر في خطر. البلاد راح تقسم، لم نحقق شيء ايجابي، كله سلبيات وتحطيم. الجريمه اصبحت في وضح نهار، المخدرات، الفساد المالي، النهب، لا شيء جميل للاسف الشديد. واللي يجي يقول لك كاين حاجه مليحه يكون راجل او رويجل ويجي يبين لنا. الحاجه الوحيده اللي راهي الان طاغيه طيط، اصبحوا في كل مكان. المخدرات اصبحت بدون حدود، السيوفه والذبيحه والقتل اصبحت شيء طبيعي. احباط الشعب اصبح لا يثق حتى في نفسه. القدره الشرائيه كارثه، الناس تاكل من الزبل. نشوف البارح باللي ابناء اسواس هذوك ابناء الشوارع مساكن. شوف الفيديوهات اللي كيبثوا في المرحاض امشات فيها الجزائريه جدك بسبب القرارات اللامسؤوله وبسبب الحقد والكراهيه والبغض والخبث تجاه المملكه المغربيه. ذنوب الشرفه خرجوا فيكم. كيف ما كنتوا كتبغيوا وكتحلموا وكتجريوا وتجاريوا لمده ازيد من نصف قرن على تقسيم المغرب، اليوم نقدروا نشوفوا الاخوه والاخوات اغتيالات داخل صفوف الكبرانات، ونقدروا كذلك نشوفوا انقسامات داخل الجزائر. كنتوا كتجريوا باش تقسموا المغرب، غادي تقسموا بلادكم بايديكم، وغادي يقدر يكون تدخل من فرنسا وبحال والو ترجع ماماكم تركيا حتى هي ترجع وتقول لكم اجي ولينا نعاودوا هذه القسمه وهذه الضمصه. هادشي هذا راه ما مسلكش. والمغرب حتى هو غادي يرجع للصحراء الشرقيه، وان شاء الله داكشي اللي بغيتوا لينا غادي تعيشوه وغادي تذوقوا من نفس الكاس. اليوم الجزائر عندها جوج ديال الحلول وامامها مفترق طرق. يما تختار حل الحكم الذاتي اللي تقدم به المغرب، ولا تختار الحكم الذاتي المغربي. يعني فيك الحكم الذاتي هو اللي كاين، من غيره ما كاش.
ما كاش منه. وشوفوا معايا كيفاش النظام العسكري الجزائري اختار باش يخرج لنا واحد الشخصيه كبيره عندهم في الجزائر، شخصيه اللي تبارك الله عندها وزن، اختاروه باش يخرج ويرد على مستشار ترامب اللي مكلف بالشؤون الافريقيه. رئيس حزب سياسي جزائري كيرد على مستشار ترامب ويتكوف وكيقول بلي التصريحات ديالو مرفوضه وهذا انزلاق خطير يجب تصويبه، وكيأمر ماشي كيسايس ولا شي حاجه، كيأمر. تخيلوا معايا شكون غادي يخرج لنا بن قرينه اللي كان وصاه واحد الشيباني جزائري وقال ليه بلي سباب هلاك الجزائر هي الصحراء الغربيه. من ورقله الاسرى. نعم. أنا عندي 40 سنة. نعم سيدي. طول صغير جا واحد الشيباني قالنا يحكم فيها أمازيغي ويعدل. إن شاء الله. وقال لي أمر وقت آخر، قال لك سباب هلاك الجزائر الصحراء الغربية. ولكن بن قرينه والكبرانات ما داروش بوصيه العجوز الجزائري، فكيقول تابعنا باستغراب واستهجان وإدانة شديده لتصريحات المبعوث الشخصي للرئيس الامريكي. غادي نبغيكم الاخوه والاخوات تسمعوا معايا المقطع ديالو والخرجه ديالو، وخاصكم تكونوا عارفين على ان الكلام اللي كيقول راه مكتوب من قصر المراديه، ما يمكنش يخرج بلا ما يكون عنده امر من شنقريحه وتبون، باش نكونوا فاهمين على هذه القضيه. وكنطلب منكم انكم تسمحوا لي على البشاعه ديال الصوت والصوره اللي غادي تشوفوا، وهذا هو حال السياسيين الجزائريين. نسمعوا المقطع ومن بعد نردوا. في حركه البناء الوطني تابعنا باستغراب واستهجان وادانه شديده لتصريح ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الامريكي ترامب على قناة، مش على قناة، على قناة سي بي إس بتاريخ 19 أكتوبر، أي قبل 6 أيام، عندما سألته الصحفية ماذا بعد وقف إطلاق النار في غزة، أجابها بإلقاء قنبلة جيوسياسية، فقال خلال 60 يوما سيبرم اتفاق سلام بين الجزائر وبين المغرب. وطبعا تحركت الآلة المخزنية لتستثمر تنشر بنودا حسب ادعائها بأنها بنود سرية حصلت على نص المبادرة الأمريكية تصل لحد المساس بالوحدة الترابية الجزائرية. أقول بالفم المملوء لويتكوف ولكل الساسة الأمريكيين وغيرهم أن ما بين الجزائر والمغرب ليست حربا حتى تحتاج إلى تدخلكم لفرض السلام، وإنما هي قطيعة دبلوماسية فرضتها سياسات مغربية متهورة بلغت لحد المساس بوحدة الأمة الجزائرية والشعب الجزائري، ولا وجود لمعارك بيننا ولا حرب بيننا ولا هدنة بيننا حتى نحتاج إلى طرف آخر للتدخل كوسيط بيننا كي يثبت تلك الهدنة وإحلال السلام. من هنا نقدر في حركة البناء الوطني أن تصريح المسؤول الأمريكي هو غير مسؤول، وهو انحراف وانزلاق مرفوض ويجب تصويبه. مسخط الوالدين هذا بن قرينه والزعام والله الا زعم قال لك كنقولوا بلي هاد التصريحات هذه مرفوضه وهذا انزلاق خطير يجب تصويبه، وكيقول لا حرب بيننا ولا معارك بيننا ولا هدنه بيننا. شوفوا معايا الانزلاق، كما كتكلم على هذا الانزلاق عمي بن قرينه، بن قرينه الاخوه والاخوات باش تكون في علمكم انه دي تقريبا نصف ورقله تقريبا ديالو، وقال لك الانزلاق. شوفوا معايا بلا حشمه بلا حياه، هذا راه وزير سياسي في الجزائر، هذا راه عنده وزن، هذا اليوم راه قيدوا مجيدوا السلطه وخرجوه وشنقريحه ودفعوه للواجهه. دابا تخيلوا معايا عمي ترامب يسمع هذا المقطع هذا، ولا الصديق العزيز ديالنا ويتكوف يسمع هذا المقطع هذا، اشنو غادي يكون المصير ديال بن قرينه بالله عليكم؟ واش هذا ماشي تقبضوا تعلقوا وتقطبوا مزيان؟ هذه الضر هذه تنفع حتى تولي كرشو او ظهرو رطب من كرشو. دابا راه بيعوا العجل، لا تبون قدر يخرج، لا عطاف قدر يخرج، لا شنقريحه حنايا نحن القوه الضاربه، نحن القوه الاقليميه في المنطقه، والو ما كاش منا. وقال لك بلي حنا ما بيناتنا لا معارك لا عراك لا هدنه لا حتى شي حاجه. كيتكلم على المغرب والجزائر، وحنا كنشوفوا باسم ديالكم نتوما كتخرج الجبهه الانفصاليه دائما باخبار الكفاح المسلح، لقد تم قصف، لقد تم ضرب، لقد تم.
والهضره الخاويه والبروباغندا ودايرين فيها راسكم عايشين حرب، واللي سمع المصطلحات ديالكم والشعارات ديالكم يقول هادو راه عايشين الحرب ديال بصح. والقضيه حنا ما عندنا حتى شي حاجه، نتوما اللي عندكم المشكل معنا، نتوما اللي قطعتوا الجو، نتوما اللي قطعتوا العلاقات، نتوما اللي اخترقتوا الاتفاقيه ديال وقف اطلاق النار. ومع ذلك المغرب والجيش المغربي كيدير غير اللي عليه. تقرب يا جدك الضر المغربيه تقضي الغرض، اللي قرب منكم راه غادي يكون في خبر كان، هذه حاجه باينه. وشوفوا اليوم كيفاش تقلبوا تلونوا بحال الحرباء. الخوف ما يدير يا جدك، امريكا يا جدك، والله الا الله يعز الصداقه المغربيه الامريكيه، الله يعز التعاون اللي كيجمعنا مع امريكا ومع الدوله اللي على بالكم. وما كاينش يما رحميني، الصهاينه الحقيقيين هما هادو اللي كيتجاوروا معنا. انا بالنسبه لي الاخوه والاخوات كيبان لي الكراغله من الاحسن يصوتوا على بلقرينا صوتوا على بلقرينا الكراغله، لانه كيبان لي هو اللي غادي يقدر يكمل لكم الرؤيه ديال تبول الجزائر الجديده. انا نصوت معكم على بلقرينا. تخيلوا معايا بلقرينا يولي الرئيس ديال الجزائر خلفا لتبون، بالله عليك هادشي اللي ضحكنا مع تبون غادي نضحكوهم دوبل مع عمي زليقو، والله تضحكوهم دوبل. واجيو تشوفوا معايا الاخوه والاخوات التبرديع عالي الجوده من ازلام العالم الاخر. غادي تشوفوا معايا كيفاش هاد الغلام الاغا اللي غادي تشوفوا كيقول ان موجه الاعترافات الدوليه بمغربيه الصحراء احيت قضيه بن بطوش، احيت قضيه البوليزاريو، وهو امر في صالح الصحراء الغربيه. اجيو تشوفوا معايا كيفاش كيديروا الطلامس وكيديروا الممسحه العقول الكراغله، كيبينوا لهم كان هذا الشيء هذا بحد ذاته راه انتصار للقضيه ديالهم المزعومه. نسمعوا المقطع ونكملوا. موجة التطبيع وانخراط المخزن في التطبيع مع الكيان الصهيوني أعاد القضية إلى الطاولة بعد تغريدة ترامب التي اعترف بها بما يسميه السيادة المغربية على الصحراء. وبعدها جاءت اعترافات أخرى من إسبانيا، من فرنسا، من بلدان أخرى وكذا، وانخرطت بلدان عربية أخرى بعدما كانت مواقفها محتشمة أو ربما تفضل الصمت أو النأي بنفسها. انخرطت بعدما انخرطت هذه القوى التي ذكرناها. صحيح. وأنا هذا لا أنظر إليه بعين تشاؤم، أنظر إليه بعين التفاؤل، لأن هذا الموجة وإن كانت يعني مجانبة تماما للشرعية الدولية، صحيح، مجانبة تماما للقوانين، مجانبة تماما للمسار الطبيعي للقضية، لكنه أحيا القضية من جديد، أحيا، وضعها من جديد على الطاولة. استحمار الكراغله والممسحه العقليه الكرغوليه. وشفتوا معايا الاخوان الصراخ على قدر الالم، الناس توجعوا بزاف، صافي ضاعوا لهم الاموال الطائله، الحياه ديالهم مشات، القضيه اللي كانوا كيعلقوا فيها المشاكل ديالهم الداخليه ما غاديش تبقى. عرفتي شنو هي؟ تمشي تشوف البزوله اللي كنتي كتعيش منها واللي مولفات تقريبا لمده 50 سنه غادي تمشي ليك، راه ما ساهلاش والله الا هادوك كنشفق عليهم صافي نهاروا امام الدبلوماسيه المغربيه. اما بن بطوش ما كاينش في هذا العالم، ما يهضر، ما يخاطب، ما يتشكى، ما يسب، ما يهاجم، ما يخرج للعيب، ما حتى شي حاجه. دايا في سوق راسو وهاني مع راسو واكل وشارب من البترول وغاز الجزائر وضرب الطم. كيبان مره غير الا بغى يدبر على راسو ولا الا دبر ليه شي نقريحه في شي عراضه في موزمبيق ولا في زيمبابوي، كيمشي نعم سيدي كيتصور كيتعشى وكيرجع في حاله في الطائره الجزائريه ويدخل ينعس في الفنادق الفخمه على ظهركم نتوما يا الكراغله. وحتى شعبو في تندوف ساكت وضرب الطم نعم سيدي، والكراغله شعله فيهم العافيه، الكراغله حاميه فيهم البيضه، مريضه فيهم الدوده ديال 44 وتقول اش بغاو يديوها في جهه ضراهم. واجيو تشوفوا معايا دابا الفضيحه بقلاقيل، راه ديما كيديروا شي حاجه كيفضحهم الله. قبل الاجتماع ديال مجلس الامن قال لك نعم سيدي عطاف قام باتصال هاتفي مع السيد وزير الخارجيه الروسي لافروف، وقال لك كيف ما كتبت كذلك اوراس والعديد من الصفحات الجزائريه والمواقع الجزائريه، قال لك خلال الاتصال تبادل الوزيران وجهات النظر بشان ابرز الملفات المدرجه على جدول اعمال مجلس الامن الدولي، لا سيما في ظل تولي روسيا رئاسه المجلس خلال الشهر الجاري. وكيقول عطاف وتناقلوا عليه هذه الجرائد الجزائريه، وحظيت قضيه تصفيه الاستعمار في الصحراء الغربيه باهتمام خاص في المباحثات،
حيث من المنتظر أن يصدر مجلس الأمن قرارا بشأنها قبل نهاية الشهر. وهنا غادي تكون الضربة والصفعة في الوجه ديال عطاف. بلا حشمه بلا حياه خرج كيكذب على لافروف، وهادو راه ولاو كيتصاروا على كل شيء. ها اللي كيخرج قال لك كيرد على ترامب وعلى مستشار ترامب، ها اللي كيكذب على وزير الخارجيه لافروف، وحدين ما عندهم لا مواقف لا وزن لا هيبه لا حتى شي حاجه، وكيتعلقوا فين يتفلقوا، وفي الاخر يخرجوا يتباكاو علينا. روسيا كذبات الروايه ديال الجزائر على المكالمه بين لافروف وعطاف. السفاره الروسيه في الجزائر خرجت ببيان رسمي ونفت فيه كاع هذا الشيء اللي قالت الخارجيه الجزائريه بخصوص محتوى المكالمه الهاتفيه اللي كانت بين وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف والنظير ديالو الكرغولي الجزائري احمد عطاف. وعلى حسب البيان ديال السفاره الروسيه بالجزائر كيقول باللي النقاش كان غير على برنامج عمل مجلس الامن الدولي خلال الرئاسه الروسيه، وركزوا بالاساس على ملف التسويه في الصحراء الغربيه، وما كانت فيه حتى شي اشاره لما سموه الجزائر بتصفيه الاستعمار. شفتوا معايا على الصفحه كيفاش دايره؟ بلا حشمه بلا حياه كتكذبوا على الراجل، هو ما جبد معكم لا تصفيه الاستعمار لا والو، وكتكذبوا على الناس عندهم وزن عندهم هيبه، وانتم ما عندكم لا وزن لا قيمه لا مواقف، زايدين في عميامكم باقي ما بغيتوش تحشموا. هذا النفي هذا اللي خرجت به السفاره الروسيه بالجزائر كيبين ان الجزائر اليوم كتحاول تسيس تواصل دبلوماسي وكتحاول تحرف المضمون ديال الاتصال اللي جمع لافروف بعطاف باش تخدم الاجنده ديالها، خصوصا مع اقتراب مناقشه مجلس الامن لملف الصحراء المغربيه في النهايه ديال هذا الشهر الحالي. وغادي تكون نعم سيدي الضربه الموجعه للكبرانات. والله الاخوه والاخوات الى هزولات السياسه والدبلوماسيه تمرمدات مع الجزائريين. ملي كنشوفوا وزير خارجيه الدوله كيكذب على النظير ديالو عيني في عينيك وكيقولوا شي حاجه اللي ما كايناش، فين هي السياسه؟ فين هي الدبلوماسيه؟ فين هما المواقف؟ والله ما كذب فاش قال لكم ما عندكم لا مواقف لا وزن لا حتى شي حاجه. وهذا الشيء الاخوه والاخوات كيجي نتيجه الاستعمار اللي داز عليهم. تخيلوا معايا كيف ما قال لهم ماكرون سابقا في واحد التصريح تاريخي عمره ما غادي ينساو، قال لهم ان الجزائر لم تكن لها امه قبل الاستعمار الفرنسي. وانتم كتشوفوا معايا الاخوه والاخوات هذه هي النتيجه ديال مخلفات الاستعمار. حتى لهنا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه. شكرا للمتابعه، ما تنساوش اعطونا لايك وبارطاج، واللي باقي ما اشتركش اشترك. اهلا وسهلا، القناه قناتكم وكترحب بكم.